اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، وحشيني خالص من اخر فيديو نزلته. حبايبي ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. النهارده مش هنطبخ مع بعض، يعني مش هنحضر الغد، هنعمل بس شويه حاجات كده. بس الفيديو ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. يلا لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا كده ونوروني وشرفوني. ولو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا اللايك. عايزه اقول لكم ان انتوا وجودكم شرف ليا وعلى راسي. ربنا يا رب يسعدكم ويبارك لي فيكم. ويخليكم ليا ويشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب، ويدي كل محتاج ويفك كرب كل مكروب ويسد دين كل مديون ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. قولوا امين. ويبارك لكم في بيتكم وفي ازواجكم وفي حياتكم يا رب، انا وانتم واخواتنا المسلمين يا رب. اللهم امين. تعالوا بقى نشوف الخضار. البصل ده كان الكيلو ب10، هو صغير كده بس ما كانش فيه غيره يعني. جبته كده وقلت ايه هحطه على الشوربه مثلا كده، يعني ما بحب صراحه البصل الاحمر عنه ده. بس ده يعني ايه، تعملي تحطيه في الشوربه، البط فراخ سلجه اي حاجه كده تحطيه في الشوربه بيبقى طعمه حلو. كان الكيلو ب10، والطماطم كانت ال2 كيلو ب25، والبطاطس تهالي كانت ب10 او كده، والجزر ب10. الخيار كان ب20، اللهم صل على النبي. واللي هو التفاح كان ب65 او 75، والله بص انا مش فاكرة اصلا الاسعار. واللي هو الاناناس او الكنتالوب او اي اللي انتوا بتسموه يعني، كان الكيلو تهالي ب20 كمان. والبطاطس الصغيرة دي قلت ايه هنجيب 2 كيلو كده منها، قلت نسلكهم يعني ونعملهم نحمرهم كده بيبقى طعمهم حلو. وجبت خضرة بقى، وكوسة كانت كبيرة صراحة جبت منها زي كيلو كده. وكنت بقى مكتره خضره وكده، قلت ايه هنمسكها نغسلها ونعبيها في الفريزر، يعني لاني انا كنت مش يعني مخلصه خالص خضره. الخضره بقى دي بتنفعني لما بيبقاش مثلا في خضره موجوده، بنطلع بقى شويه كده من الفريزر ونعمل بيهم محشي. بس بص تطلعيها قبل ما ايه، وانت بتعملي الخلطه كده وانت غسلت الرز وكله على بصي على طول هتنزليها على الخلطه، الخضره بالذات علشان لما بتطلعيها من الفريزر تفك شويه مثلا بتسود كده يعني ايه اول ما تفك كده من الفريزر بتسود معاك، لكن طلعها على طول على المحشي بتبقى تحفه صراحه. انا كنت مفرزه والله كميه خضره وخلصت كلها في المحشي وكده. يعني انا بحب احط الخضره بس على المحشي، بطاطس حاجات من دي تحب يعني ايه الخضره تكون صبحه احسن يعني. بس انت ساعات الواحد بيبقى لو عود خضره بس يعني الواحد يقول كده، لكن لما تبقى عندك الحاجه في الفريزر يعني طالما هي ما بتبص وحلوه بنمسكها بقى ايه نغسلها كده ونسيبها. مثلا غسلتها من بالليل نسيبها تاني يوم نيجي ماسكاها مخرطاها وتكون نشفت خالص بقى، ونيجي حطاها في الفريزر، حطاها في علب في اكياس اي حاجه، وتيجي حطاها في الفريزر. بصي بقى بتطلعي منها بتبقى وهي مصاغه وهي متلجه كده، وتيجي هي ما بتلجش اصلا، بس بتطلعيها على طول على على المحشي بتاعك او كده. إيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنا بقى حطينا البطاطس كمان في التربو. حطيت كنت يعني حطيت في درج كده البطاطس الكبيره، والبطاطس الصغيره حطيتها لوحدها. البطاطس الصغيره دي بقى لما تمسكيها تسلقيها كده، وتحط لها مثلا شويه زيت او كمون وكده، او مثلا معلقه سمنه كده في الصينيه في قعر الصينيه، وتيجي حاطه البطاطس وتيجي حطها في الفرن وكده بتحمر معاكي وتبقى مجرمشه احلى من ان انت تجليها في الزيت صراحه بتبقى تحفه يعني. قلت هنعملها مره لان عندي الولاد بيحبوها كمان. قلت مثلا ممكن اعمل ايه مكرونه جنبها البطاطس دي، جنبها بيض مسلوق ويعدي يومه كده. هنا بقى ايه، بعد ما عملنا طبعا الخضار وكده قلت نغسل مواعين. انا كنت اصلا جايبه الخضار ده يعني قبلها بيوم، ده كان تاني يوم بقى ايه. تاني يوم بقى ايه، تدخلي على اول حاجه بتدخلي في المطبخ طبعا ان هو ايه تروجي الحوض وتغسلي المواعين وكده. انتوا عارفين المواعين دي اصلا ما كانتش، مش هنقول لكم مكان الغداء او كده يعني، لا. يعني الولاد عندي ممكن ياكلوا على مراحل، يعني اللي مثلا جه من الدرس قبل ده كل واحد بياكل يعني من واحد بيفضل يحط يجي 3 4 مرات الاكل. بنبقى بقى غاسله اصلا مكان الغدا وكده اللي هو وده ممكن ايه لو بعد المغرب، يعني المواعين دي ممكن تكون بعد المغرب كده. بنبقى بقى مروجه المطبخ كمان ورا غسيل بعد ما حضرت الغدا وكده وغسلت المواعين مكانه واتغدينا ويعني ايه والدنيا بتبقى رايقه خالص. بيجي بقى الولاد نحط لهم ياكلوا بيبقوا مكان المواعين بتاعتهم دي. تيجي مثلا بالليل تشربي شاي، تشربي قهوه نسكافيه اي حاجه بقى، بتبقى ايه شويه كباب حلوين كده ومكان الفطار كمان الصبح. يعني الواحد لو عمل شاي او كده حاجات يعني ايه بتبقى مش المواعين ما بتبقاش ياما، لا هي بتبقاش حيلة الحاجات من دي يعني.
بس خلاص بنغسل بقى ايه، بنسيبه بقى ايه، مش بنغسله تاني يعني، بنحط لهم كده وخلاص. ده بيبقى بالليل، ما بنرضاش بقى ان انا اغسل المواعين، بس بتبقى رخامة نظيفة وكل حاجة. وبنسيبه بقى ايه علشان إيه الصبح كده اصوره يعني. انا بنبتدي بقى تصوير معاكم في تحضير الغدا وكده، بنبتدي ان انا ايه اغسل المواعين معاكم كمان، بناخد المطبخ من اوله كده يعني. لكن انت لو بالنسبه لك انت يعني، لو مش مثلا بتقومي متاخره وكده، لازم ايه تروجي المواعين دي، احسن لك ان انت تروجيها بالليل يعني. هتقومي فايقه بقى والمواعين نظيفه والمطبخ نظيف. إيه لو راح مثلا عليكي نومه او كده يعني، هتيجي بقى جايمه ايه على طول على الطبخ مثلا، هتروجي إيه كده يعني. فاهمني؟ لكن انا بالنسبه لي ما بي يعني ما بزعلنيش، لان انا كده كده بصور معاكم كده، وبندخل المطبخ قبل الاكل بشويه، وبنصحى بدري وكده يعني. يعني الواحد بايه بيبقى متعود على الصحيان بدري وكده، ما بنقول يعني ما في دماغيش ان انا اصلا ممكن تروح عليا نوم، فاهمني؟ لكن انا لو مثلا عارفه ان انا هتاخر في النوم وكده، ساعات ايه بيجي ايام كده مثلا بنكون مخلصه كل اللي ورايا، بنكون عامله اكل يومين وكده، لا انا هريح بكره بقى، والدنيا بكون مروجه الدنيا من بالليل، وبصوا الدنيا تبقى فل، وكنسه بالمكنسه الكهرباء، والمطبخ نضيف وكل حاجه. بقى ايه بنبقى انا عامله حساب ان انا ايه اليوم ده تاني يوم هنقوم متاخره عادي، هنقوم براحتي، مش هعمل حاجه، ما ورايش حاجه كده. ممكن اقوم بقى اعمل صينيه كيكه، اعمل اي حاجه حلوه طالما الاكل موجود وكده. نبص بقى على الطيور وكده وخلاص. يعني ايه مش كل يوم بقى ايه الواحد بيقوم يقف في المطبخ وكده. الاكل بنعمله يعني زي ما انتم متعودين عليا وكده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنعمل بقى نغسل المواعين، وهنعمل هنعمل كنافه بس تحفه. بصوا انا وقفت في المطبخ كده 5 دقايق، عملت الكنافه اللي انا هعملها معاكم دلوقتي دي، باللي هي بالقشطه كده، وطعمها كان خطير. ولما تعملي بقى ايه لكل واحد علبه كده، بتبقى صراحه حلوه خالص، بالذات الكنافه يعني. لما مثلا ما بحبش اخرطها، انا ما بحبش اخرط اي حاجه حلوه على فكره. البسبوسه لما تكون دايبه كده، ناكلها بالشوكه كده او بالمعلقه من الصينيه. مثلا عامله كنافه بالشوكه كده وناكلها. مكرونه بشاميل لازم اعملها في الطواجن مثلا، طالعه بقى من الفرن كده بالايه بالشوكه كده وتاكليه. لكن لو عندك بقى ضيوف او كده، تسيبها تبرد وتخرطي وكده يعني. بس انا يعني في بيتي وكده بحب الحاجه ايه، ناكلها كده من الحاجه اللي انت عاملاها، مثلا طواجن او كده بتاكليه. انا بقى عملت، عارفين في في علب كده اللي هي اللهم صل على النبي، الورق السلوفان، او مش عارفه بسموها ايه وكده. كان عندي العلب دي، قلتها ايه كنت عاملاها قبل كده الكنافه فيها، وصراحه طلعت تحفه. قلت لا لازم اشارك الفكره معاكم يعني. هي فكره بسيطه اصلا، ممكن تكون عادي خالص، مش يعني هي حلوه عجبتني يعني، ان انا اعمل في الايه فيهم وكده. وما بتاخدش كنافه ياما، وعلى قد بصوا على قد خرطه الكنافه كده يعني، مش كبيره تاكليها وتشبعي يعني. عايزه تاني بقى الولاد ايه اللي بعوز بياخد، لكن هي دي بقى ايه ممكن تاكليها وخلاص من العلبه بتاعتي. صراحة تحفة. وكمان فيها بقى ايه بتكتري، بتحبي تكتري فيها قشطة وكده، لو حابة تكتري مش هتطلع بره. هتيجي بقى تطلعيها من الفرن كده على طول، وتحطي لها المحلول بتاعها وتاكلي بقى. كانت خطيرة. وممكن برضو تحط نعمل فيها البسبوسة. انا تهيالي البسبوسة برضو تبقى حلوة فيه يعني. هجرب برضو، بس اللي هي العلب دي ما بتاخدش طيب. هوريها لكم دلوقتي. هنا بقى قلت ايه همسك الرشاجة، لاني بقالي فترة عايزة اغسلها. بصوا هي اصلا على طول يعني ميه فيها وكده، مش ما فيهاش حاجه مش نظيفه، بس قلت ايه هنمسكها بقى ندعكها وكده. ساعات من تحت كده بيبقى واقف ميه وكده، ممكن الميه دي تكون مريحه الجعر بتاع الرشاوي، لكن هي والله شكليا نظيفه خالص ما فيهاش اي حاجه. ان المواعين وبتخر ميه فيها وكده، بس انا قلت ايه بدل ما تريح. لكن اللي هو الميه البتاع اللي تحت في جعرها ده، اللي بينزل فيه الميه وكده، ده بنغسله على طول. لكن الرشاجه ذات نفسها لا، ما بنغسلهاش على طول يعني. قلت همسكها بقى ايه ادعكها كده ضحكه حلوه. وصراحه فرجت يعني، حسيتها يعني ايه لمعت شويه. هي كانت نظيفه، مش نظيفه يعني. لان بصوا لما مثلا بلاقي فيها اي حاجه كده بالفوطه، وانا بمسح الحوض كده، بنيجي ايه بلا الفوطه شويه ميه كده ومسحها حلو يعني. انا خلاص بقى حطيتها وشلت منها المواعين، هنرجع نرص بقى فيها المواعين وكده. بصوا في الرشاجه دي طلعت صغيره شويه يعني. في رشاجات في زيها كده،
بس بتبقى دور واحد وعريضة. انا كنت عايزة دي يعني، كنت هنحط المواعين فوق بعضها كلها، بس مش عارفة، حاسة يعني دي برضو ايه مش وحشة يعني. بس دي بقى اللي هي العريضة الكبيرة دي بتاخد الحلل، بتاخد العلب، اي حاجة بتاخدها. دي بقى بتيجي الحاجة واقعة من عليها لان هي طويلة كده وكبيرة. بصوا بسم الله ما شاء الله لمعت يعني. مسكت بقى بعد ما غسلت الحوض كده، الحيطة دي كلها مسكتها بالفوطة بشوية بريل كده، ومسكتها كلها ايه، لمحتها وكده. عندي البلاط بسم الله ما شاء الله عليه، رغم ان هو قديم خالص يعني خالص خالص، بس من اجل حاجة كده يعني لمعة تمسحيه بس بالفوطة كده بروح زي الفل. واصلا الواحد ايده فيه على طول يعني مفيش حاجة يعني. بصوا والله الواحد مبطل ايده طول ما انا واقفة في المطبخ. بحب دايما اكتر حاجة تكون نظيفة في البيت وكده ان هو المطبخ يكون نظيف. بحس بقى ان انا ايه الشقة كلها نظيفة طالما المطبخ نظيف. وبالذات حوالين البوتاجاز وكده لازم، عارفين في بقع بتبقى صفرة كده دهون وكده، دي اي حاجة مثلا بتكون ايه، زيت وكده، لما بتجلي بطاطس وحاجات من دي بتعمل على الحيطة كده. بصوا انا لو شفت بس لو لمحت بقعة من دي بنيجي مسحها على طول بالفوطة. بتيجي بقى تغسلي المطبخ يا دوبك بس بتمشي الفرشة عليه كده بيروح زي بيبرج، لان ايه ما فيهوش دهون وكده. لكن الشفاط اللي دايما بغسله بقى ايه لازم اعمله بشويه سترس كده علشان يفضل نضيف. ولو ايدك فيه على طول على فكره لو شويه بريل بس وهتمسحيه كده، بيروح زي الفل. ما عدتش بدعكه خالص يعني ليه، برش بس عليه شويه السترس كده وبالفوطه وبنمسحه. مثلا بالليفه عادي بحب ان انا بعد ما نغسله بالسترس وكده ونمسحه نيجي رغيه عليه شويه بريل وكده يعني. وساعات بقى ايه ممكن ان انا نسيبه فترة علشان لما نيجي ايه نصور معاكم كده نغسله معاكم يعني. لكن على طول يعني الواحد لما تكون ايدك في الحاجة بتفرق صراحة، بتفرق ياما يعني. هنا بقى مسكت، كان عبد الله ابني طبعا واقف ورايا يعني عايز عصير مانجا. كنت بقى كل رايح جاي ماما العصير وانا بقى سبت المانجا، لاني بصوا لما بنيجي نخرطها وهي متلجة بتوقف لي ايدي. وكمان هي بتبقى ايه عباره عن تلج كده لما تضربها في الخلاط يا ابني. كل شويه بص خد الكوبايه، كل شويه نقول له للمانجا ما تفك شويه. بس لما بتقطعيها كده وهي لسه ما فكتش ما بتطلعش حاجه في القشره خالص. قلت لا وعلى ايه نطلع بس تطلع بس المهم بص بقى بتوقف لك ايدك لما تعمليها وهي متلجه. فكت عملت بقى ايه دور العصير، قلت نفك منه هو الاول وبعد كده ايه الباقي سهل يعني. مسكت بقى البوتاجاز رخر غسلته. وايه تاني يا رب، وهنمسك الحيطه كده ندعكها. بص هو البوتاجاز لو اتحججوا فيه يعني مش هو بس الناحيه دي كانت العين ده كده، مش عارفه ايه اللي كان عامل يا ربي، ممكن كان اندومي او حاجه زي كده، كانت شاهين ده عامله اندومي وفار كده وسود مكانه يعني. لما لما مثلا تكون حاجه فايره كده على البوتاجاز وتيجي تولعي فرن البوتاجاز من جوه اللي هي الشوايه بتنشف اللي فوق يعني. كان هو خرج شويه كده، كانوا عاملين اندومي وخر شويه يعني الاندومي فار يعني. بصوا هنا كده جيت انا ولعت فرن البوتاجاز وكده. كنت بنحط الجرس طريه كده بنسخنها فيه وكده، لاني يعني قلت الفرن على ما يسخن وكده لا ده سريعا هيجي ايه عاملها لي بسرعه وكده اسود وكده يعني. لما مثلا البوتاجاز بتاعك يكون فيه حاجه، بصوا كم مره ان انا بقول لكم اهو، بس انا ذات نفسي بنسى اصلا. كم مره ايه لما يكون مثلا هنولع الشوايه وكده نجي ماسكه البوتاجاز مسحاه الاول، لان بصوا بيلزق فيه لو اي حاجه كده بتيجي تسود وتلزق فيه. لكن انا ولعته بقى ولزق فيه وكده. قلت لا انا هغسله على طول علشان ايه ما ينشفش اكتر يعني. اللهم صل على النبي وخلاص. ومسكت بقى. واكتر حاجه بحب كمان ان انا اعملها هي ايه، لما مثلا اكون مولعه فرن البوتاجاز نمسك البوتاجاز من جوه بفوطه كده نبلها شويه ميه صغيرين، ونيجي ماسكه جعر البوتاجاز من تحت واللي هو الجزاز بتاع البوتاجاز ذات نفسه الباب يعني. بتيجي بقى اول الفرن ساخن كده بتيجي مسحه، بصي والله بيروح يبرج معاكي، بيبرج كده بيبقى اكتر من المرايه كمان. بصوا انتوا شايفين البوتاجاز بيبرج ازاي وبيلمح صراحه. بنيجي بقى ماسكه الباب والبوتاجاز من جوه كده بالفوطه، بنيجي مسحاه وانا لسه مطفيه على الحاجه كده، اول حاجه شغاله جوه كمان بتطيب جوه الفرن. بنيجي بقى مسحاه
بيروح زي العسل. انا بقى تعالوا ده كان نص كيلو كنافه، اقل من نص كمان، هما كانوا شويه في الكيس كده. قلت بقى تعالوا انا يعني هافف عليا صراحه الكنافه، يعني انا اعمل كنافه بالقشطه وكده. كنت عاملاها قبل في رمضان مره بالليل. كنت عامله الكنافه دي في رمضان في العلب اللي بقول لكم عليها دي. كنت عاملاها مره في بالليل في رمضان، عجبتني خالص يعني كنت وانا سهرانه كده طلعت شويه الكنافه. بصي بتمسكيهم وتطلعيهم، تفرفطيهم كده وخلاص، وتحط عليهم شويه سمنه وتقلبيهم في بعض. وبعد كده بقى بترصهم في الصينيه عندك، ترصهم مثلا في العلب اي حاجه. وعملت شويه القشطه ازاي، اللي هي قشطه بيقولوا عليها قشطه كدابه او كده، هي مش قشطه صراحه، هي نشا وحليب. حطيت كوبايتين حليب كده او كوبايه ونص حليب، عليهم معلقه نشا على حسب صراحه. قلبت كده، لو عايز مني تاني بنيجي مدوبه حبه في ميه كده ونازله عليهم. بس انا حطيتهم شويه حليب في كده في الحله اصلا، يعني ان انا ما عبرتش كمان. بس انتي لو عايزه تعبري كده يعني حطي بس دوبي كده في كوبايه حليب. لو مش حابه ان القشطه ياما يعني، بس انا اللي بيتبقى بناكله يعني بيبقى طعمه حلو صراحه من غير الكنافه. بتيجي مدوبه بقى النشا بتاعك، ما تكتريش. ولو عايز منك تاني زي ما قلت لكم كده، شويه في شويه ميه كده دوبي معلقه نشا تانية وحطي عليه، او نص معلقه على حسب الكميه اللي انت هتعمليه. وتفضلي بقى تقلبي لحد بس مش اول مثلا ما يمسك معاكي كده تيجي مثلا مطفيه النار، لا تسيبيها تقلبي فيها شويه كده القشطه، علشان النشا بيبقى ناي يعني. ممكن اول بس ما اللي هي اللي تتقل معاكي كده بتيجي مطفيه، لا ما تطفيش، افضلي قلبي شويه كده لحد بصي ما تلاقي القوام حلو. ولو لو القوام مثلا تقل معاكي زياده عن اللازم، تيجي مخففاه بس مثلا بشويه حليب او شويه ميه، تمام. وايدك على طول باستمرار في التقليب فيه يعني، بتلاقيها راحت زي العسل. هي بتبقى قشطه فعلا يعني، لكن هنحط عليها مثلا علبه قشطه كمان والله ما بتفرق يعني، بتبقى عادي خالص، الطعم عادي برضو حلو يعني، تمام. هنا بقى بصوا اللي بقول لكم على العلب دي. بتمسكيها بقى تحطي شويه، تحطي فيها شويه سمنه كده في الاول، والكنافه تحطيها وتعمليها شويه تضغطي عليها شويه كده في العلبه. وبعد كده بتيجي حاطه بقى القشطه بتاعتي. بصوا انا عايزه القوام ده يكون القشطه كده، علشان طبعا لو خفيفه عن كده هتطلع هتبقى يعني خفيفه زياده عن اللازم. لكن لو تقيله عن كده هتنشف معاكي في الكنافه لا خلي القوام يكون حلو كده يعني كريمي كده وحلو. انا بقى كنت بحط المعلقه كبيره كده لان انا بعشقها، بعشق الكنافه لما يكون فيها قشطه كده بتبص بتبوظ كده منها. بتاكليها بقى بتبقى طعمها خطير وعلى فكره بحبها مع البسبوسه كمان. وايه تاني يا ربي، عايزه بقى نجربها في الكيكه يعني. ما جربتهاش قبل كده في الكيكه، ان انا احطها مثلا اعمل كيكه طبقات كده، اللي هف عليها كمان نعمل كيكه كده ونحشيها من النص مربى تين وكريم شانتيه وحاجات من دي. كنت بعملها بصي، كنت بقى بس صراحه بنفضل ناكل منها لانها بتبقى طعمها تحفه. وهعملها ان شاء الله باذن الله معاكم مره يعني. الكيكه اللي انا بعملها دي بتبقى كيكه عاديه، الكيكه بتاعتنا اليوميه يعني دي بنعملها. وبنيجي عاملاها من النص كده. بتبقى هي جبة وحلوة، بنيجي قسمها اتنين وحاطة في النص كده شوية اللهم صل على النبي مربى تين وكريم شانتيه وكده. ومن فوق كمان بحط كريم شانتيه وعليها شوكولاتة او كده، نزينها بشوكولاتة. بتبقى خطيرة والخرطة خطيرة وطعمها بتبقى عاملة زي الجاتو والحاجات دي. هنا خلاص عملنا كل العلب، وعملت كمان علب من غير حشو كده، لان عندي الولاد ما بحبوش الحشو يعني قد كده. عندي عبد الله ومحمد بيحبوا الكنافه تكون ناشفه كده يعني، ما تكونش فيها اللي هي الكريمه القشطه دي يعني. هنا بعد ما حطيتهم كده طلعتهم، لان جعر العلب كان فيه كنافه، قلت عشان ما تشطش يعني تحت وكده. على ما مسكتهم نفضتهم بالفوطه الاول وبعد كده دخلتهم. هنا بقى بص انا حطاهم في الرف الاخراني خالص في الفرن، ودرجه حراره 220، مش على حسب الكهرباء عندك على فكره، في 180 وتكون الكهرباء جامده. بس انا عملتها على 120 لان مش المفروض ان احنا يعني نسيبها ياما، لان بصوا العلب اصلا ما فيهاش كنافه ياما يعني. مش زي برضو تكون الصينيه مثلا لو خرطة عندك كبيره او كده، لا اعمليها على 220. وقبل ما بديت في الكنافه خالص شغلت الفرن الاول عشان على ما نحطها يكون سخن يعني. وبنولع عليها من تحت، ولما تبتدي مثلا تسيب بقى الحواف خالص كده بتاعت تسيب كده وتبقى هتجلبيها وكده يعني، تسيب مش تبقاش ماسكه في العلب وكده.
بصوا زي ما انتوا شايفين. بصوا بوريكم هنا كده خلاص، تيجي بقى ايه مولعه عليها من فوق تاخد لون وخلاص. تعالوا بقى نقلبها كده معاكم في الطبق عشان اوريكم القعر بتاعها كمان تحفه. وهوريها لكم بقى دلوقتي القشطه عامله ازاي فيها. بس انا صراحه ما بحطهاش في اطباق، انا باكلها كده من العلبه زي ما هي بالشوكه، بس عشان اوريها لكم بقى ايه. بصوا طعمها خطير وتحفه كده، بسم الله ما شاء الله. يعني انا بص آه شفتها دلوقتي هفت عليا صراحه، هفت عليا ان انا اعملها كده. بس خلاص بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله. يعني والله كانت زي العسل. لو تعمليها بقى كل واحد من الولاد ياخد له علبة كده وايه وهياكلها وخلاص. يعني فاهمني؟ وما بتاخدش على فكرة في العلب دي طياب خالص، يعني ما بتاخدش حاجة. بصي في دقيقة كده بتحطها في العلب وتعملي شوية السمنة وتمسكي الكنافة تفركيها، ما خدتش معاكي حاجة خلاص. وانت واقفة كده وبالليل بالنهار نص ساعة هتطلع من الفرن ومش واخدة طياب كمان. ولو فرن البوتاجاز برضو هتطيب فيه وهتبقى زي الفل. هنا خلاص بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون ضيف خفيف كده على قلبكم حبايب قلبي. يلا اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله، مع السلامة.